بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سلام حبيباتي، كل واحدة راهي تابع فينا اليوم نقولها مرحبا بك في قناتي منوعات سامي ليزا. القناة تاعي متخصصة في المشاكل اليومية، المشاكل النفسية، مشاكل الزواج، مشاكل الحياة، التربية، الأولاد، المشاكل تاع البارح، تاع البارح، تاع كل يوم. المهم مرحبا بكم، أي وحدة تتابع فيا من أي مكان نقولها مرحبا بك، وإن شاء الله تستفادوا معايا ونستفاد معاكم. إلا عجبتكم القناة تاعي بلا ما نوصيكم ديروا لنا جيم ومتابعة. إلا ما عجبتكمش خلونا تعليق، إن شاء الله يكون تعليق بناء يفيدني ويفيدكم إن شاء الله باش نواصلوا مع بعض. أرواحوا اليوم نحكي لكم واحد المشكل صرالي أنا شخصيا، راهو حديث الساعة، مشكل الساعة. صدقوني يا البنات يا سيدات يا أمهات، الفيديو تاع اليوم خاصة راه موجه للأمهات. بالك ولادكم، صدقوني تاع الصح احيانا نقولوها بالفم هكذا، رانا في وقت ماشي مليح ووقت صعيب، مي كي تقرب المشكله اللي عندنا ونعيشوها نزيدو نحسو تاع الصح بلي رانا في وقت ماشي مليح. ان المشاكل تاع الاغتصاب والمشاكل تاع سرقة الفتيات والمشاكل تاع الأطفال كنت نقراهم برك، نقراهم في نشوفهم في الهاتف، نشوف في الانترنت، نشوف في الفيسبوك، نشوف في اليوتيوب، نشوف في تيك توك. صدقوني المشكل هذاك الحق ليا انا شخصيا وعشته لحد الساعه صدقوني مازال كما نقولوا احنا بالعاميه مازال خلعه في قلبي. عشت هذا المشكل مع بنتي اللي عندها 7 سنين، صدقوني قريب للاسف الشديد قريب غتصبها واحد في الدروج، طفله صغيره 7 سنين في عمرها. مع اني نرد بالي ونعس ولادي ووقف عليهم وما نبعثهمش هكذا مع اي واحد في المسيد، قايمه عليهم، نروح نجيبهم نردهم، يعني كما نقولوا ما استهزيتش، ما رانيش مستهزئه ولا مهمله ولا. دوك نحكي لكم واش صرالي. ما عندناش بزاف، ما كنتش خدامه وانا نخدم. هذاك النهار كنت مريحه في الدار، عندي 3 بنات توجور هكا يضربوا بيناتهم وحده فوق وحده، يتعاندوا على كلش. ممكن نبعثهم هكذا يشروا لي مسيبيرات ولا يشروا لي من برا يتعاندوا. زعما درت لهم النوبه، كل مره شكون نبعثها تشري ونعطيها دراهم. هذاك النهار جات النوبه تاع اللي عندها 7 سنين. ايماجين يا البنات يا امهات ارواحوا تسمعوا حكايتي، وقسما بالله ما راني نكذب عليكم، ما راني نحوس ندير البوز، ما راني، هذه حكايه صرات لي شخصيا. شوفوا بعتها تشري من سيبيرات قدام الدار، وانا راني نعس هنا من الطاقه قاعده نعس فيها. قلت لها روحي تشري لي، قالت لي ماما نشري لك، اعطيني دراهم. يا خلاص تفاهمنا باش كي تولي مسيبيرات تشري زعما واش حابه تشري حاجه تاع حلوه ولا شوكولا تاكلها في الدروج وتطلع للدار باش خوتها اللي فوقها ما تتعاندش معاها. هكا دارت لهم زعما سيستم باش ما يضربوش وباش يهنوني في راسي. الطفله راحت تشري، عسيتها من الطاقه، دخلت للسوبيرات قاعده نخزر فيها، اشرات قاعده نخزر فيها، جايه تمشي قاعده نخزر فيها، دخلت لاكاج ديسكالي، هدرت معها قالت لي ماما دوك ناكل واش شريتو نطلع للدار. هيا خلاص انا وبعد كيش الطفله راحت شرات ولات شغل خلاص كما يقولوا ضمنتها، وعلى بالي بلي الطفله راهي مريحه في الدروج. خلاص انا بالنسبه ليا كي لحقت لاكاج ديسكالي شغل خلاص هاي لحقت للدار. يا ربي كي نتفكر والله غير قلبي غير يوجعني ونقول الحمد لله يا ربي اللي خرجت سلامات. الطفله يا البنات كي دخلت للدروج تبعها واحد جون شاب هكذا، تبعها. هو كان شافها ما قبل كان شافها تمشي وحدها، حط عليها البال كي راحت للسوبيرات قضات، كي مشات وحدها شافها بلي مشات وحدها، تبعها دخل معها لاكاج ديسكالي. انا ما شفتوش كيفاش دخل ريح معاها. هو من قبل ما يريح دار روحو شغل زعما او طالع الفوق، ومن بعد عاود هبط وريح معاها لتحت، ريح معاها
وبدا يداسر فيها، اعطيني نفتح لك هذيك الحلوه اللي شريتي، واش تقراي، وين تسكني، ولا تسكني هنايا، ولا دار جداتك، ولا داركم، وماما كي لا تخدم. قعد يسقسي فيها. الطفله شغل ما عرفتش كيفاش دير. جامي انا هذه الوحيده اللي عمري حكيت لها على المشاكل واش صاري في برا. شايفتها صغيره 7 سنين، قلت نقول مازال شويه كي تلحق هكذا 9 سنين ولا نبدا نفهم لها في برا كيفاش تتعامل يعني. ولا غير في هذه النقطه هذه استهزيت قلت مازالها صغيره الطفله. هيا يا البنات ريح معها. بدا يمس فيها، صدقوني بدا يمس فيها. على بالش كيفاش قنعها وحطها في حجرو، قالها ديري لي بيزو. والله يا البنات كيما راني نحكي لكم، قالها ديري لي بيزو بوسيني. نحكيها لكم كيما صرات، مانيش هنا باش نقلل الاحترام، نحكيها لكم كيما صرات للعيب برا. قالها بوسيني. كي الطفله بستو في خدو قالها لا بوسيني في فمي. كي بستو في فمو قالها لا فتحي فمك وبوسيني بالزور هكا شغل بالزور. الطفله شغل بدات تبانيكات شويه، بصح شغل خافت تهرب، خافت. زاد طلب منها امور واحد اخرين. انا يشوفوا يا البنات يا ربي 10 دقائق وبعد شغل واحد عطاني كف. الطفله ما جاتش، ما دخلتش الدار. رحت نجري فتحت الباب وعيط. عيط لها باسمها، يا الفلانتيه. ونشوف واحد الجن خرج يجري من لاكاج ديسكالي، والطفله جايه طلعت ما حكات لي والو. كي طلعت هكذاك سكتت، دخلت للدار. واش بيك؟ قالت لي لا ماما خلاص كليت شوكولا تاعي شريتي. شريت. طلعت سكتت ما حكات لي والو. وهنا الحمد لله اللي انا مالفه ملفت لهم يحكوا لي كلش، اي حاجه تصير لهم في برا يحكوها لي. الطفله دخلت للدار سكتت. كانت عندنا خرجنا هذاك النهار العشيه في الليل هكذا قاعده نحكي معاها. بدات الطفله قالت لي ماما البنات ما عندهم، البنات والدراري ماشي كيف قاعده تهضر لي على الجهاز التناسلي تاع الطفل والطفله. قلت لها ماشي كيف قلت بصح وين شفتي الجهاز التناسلي تاع الطفل؟ قالت لي ماما شفتي مقبل كي بعتيني نشري. انا يا تما يا البنات كي نقول لكم مت قلت لها قلت لي ماما يخشتي عسيتيني وكامل. قلت لها عسيتك وطلعتي ريحتي في الدروج وقاعده تاكلي في الدروج. ومن بعد قالت لي ماما جا واحد ريح معايا قال لي هاتي نفتح لك هذيك الحلوه اللي شريت. قالت لي ماما افتح هذه ومن بعد كي فتح لها قالها تريحي شويه في حجري. شغل هو طلع دار شتو دخلت على الباطيمه، هو ما قعدش اون فاس للباب تاع لاكاج، دار شويه حطها في حجرو وبداها. قالها بوسيني فتحي فمك نحي حوايجك. بدا يمس فيها في المناطق الحساسه تاعها. والله العظيم كيما راني نحكي لكم. ومن بعد حاشاكم وحاشا قدركم نحى سروالو ورا لها الجهاز التناسلي تاعو وطلب منها باش تبوسو. فوالا باش تبوسو. الطفله شغل تخلعت. قلت لها يا بنتي علاش ما هربتيش، علاش ما عيطتيليش؟ قالت لي ماما خفتو حطني في حجرو وزير عليا. والله يا البنات غير كي نقول لكم مت ثم بنتي هذوك الحكايات اللي كنت نسمع بيهم كامل في مواقع التواصل الاجتماعي ونقراهم في اليوتيوب وفي التيك توك. ثم هذه الحكايه صارت لبنتي انا في الدار دوزيام ايطاج وبنتي في لاكاج ديسكالي قريب اغتصبها واحد وانا الخبر. شوفوا يعني حتى لاكاج ديسكالي ما ديروش لامان وانا الخبر. حكيت لي الطفله كامل واش دار لها، نحلها حوايجها حطها في حجرو. السيد كان معول على الاغتصاب يعني واش من الوعده اللي سلكتني ما على باليش. نحمد ربي صباح وعشيه يا ربي كما نقولوا استرني واستر بنتي. كيف فتحت انا الباب ورحت نعيط لها السيد هرب وقال لها بالك تحكي حتى واحد لاي واحد واش درنا.
قالها دوك حتى حنا صحاب، دوك انا وانتي ولينا صحاب، بلاكي تحكي حتى لواحد. الحمد لله لي الطفله حكات لي من هذا المنبر. نقول لكم عودوا ولادكم يحكوا لكم كلش، سواء ذكر ولا انثى، عودوهم يحكوا لكم كلش، وما تعودوش تعيطوا عليهم ولا تضربوهم، لانه الا فقدوا الثقه معكم ولا ما يحكوا لكمش ليكم لمن رايحين يحكوا. الطفله كي حكت لي كلش على بالكم والله العظيم غير مت حكيت لباباها ورحنا للشرطه ودرنا بلغنا عليه في الشرطه، خاصه انه الطفله شفات عليه كيفاش داير في وجهه كامل. للاسف الشرطه يعني قالوا لنا اذا لقيتوه الا شفيتوا عليه بالك تضربوه، بالك هكذا قولوا لنا برك وين شفتوه ولا وين راهو باش احنا نروحوا نقبضوا عليه. ولا حوسنا ما قدرناش نوصلوا له، الشرطه ما قدرتش توصل له. من هذيك ضربه يا البنات وانا مخلوعه مهمومه، صدقت وعدت درت وعده، يعني الحمد لله ربي استر لي بنتي واسترني كما يقولوا من الفضايح تاع الدنيا، والحمد لله يا ربي الحمد لله. انا حكيت لكم هذه الحكايه على بالي كاين اللي راهو رايح يلومني ويقول لي كيفاش خليتي بنتك في لاكاج ديسكالي. صح يعني نستعرف بلي انا غلطت كي استهزيت شويه وخليتها في الدروج وحدها، مي الحمد لله ربي استرها. بالك ولادكم، اني نقول لكم بالك ولادكم، بالك كاين بزاف لي بيدوفيل، كاين بزاف الناس اللي مرض، كاين بزاف الشباب تاع دوكا للاسف المخدرات الانترنت. بالك ولادكم، عسوا ولادكم قد ما تعسوهم قليل. خلوا لي الاراء تاعكم في التعليقات. الى الفيديو لاحق ان شاء الله. الى عجبتكم القناه ديروا لنا اشتراك، ولا ما عجبتكمش ما ديروناش. ان شاء الله ربي يسترنا ويستر كامل ولادنا. سلام.